بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل مع بعض بقى قرص طرية كده وجميلة بطريقة سهلة وبسيطة قوي، وهتفضل طرية معاكي لغاية آخر واحدة بتاكله. عملت ايه هنا؟ جبت هنا نص كوباية من اللبن الدافي وحطيت عليهم معلقة صغيرة من الخل عشان يبقى ايه رايب. لو عندك لبن رايب ماشي، وهسيبهم بقى على جنب كده 10 دقايق. هنا مقادير نص كيلو مثلا، فانت لو عايزة مقادير الكيلو هحطها لك برضه في صندوق الوصف. وقمت بقى جايبة طبق كده وحطيت فيه كوباية الا ربع كده مية دافية ومعلقتين وربع كوباية من السكر ومعلقتين، يعني ربع كوباية ومعلقتين كبار من السكر كمان، ومعلقة كبيرة كده من الخميرة يعني كيس خميرة. وأقلب بقى المكونات كده كويس مع بعض. سبتها في جنب كده شوية، لما لقيتها عملت فقاعات كده من فوق عرفت ان هي بدأت ايه تتفاعل وتخمر. نبدأ بقى نحط الدقيق. هنا حطيت نص كوباية بنص كوباية، هستخدم حوالي 3 كوبايات ونص من الدقيق. واحط نص معلقة صغيرة كده من الملح في وسط ما انا بحط كده الدقيق، وابدأ بقى احط لغاية اما ايه العجينة تتلم. اتلمت كده شوية هحط معلقتين كبار من السمنة وابدأ اكمل عجن فيه. وانا بعجن لو محتاجة رشة دقيق كمان ضيف. واضيف معلقة كبيرة كده من القشطة، عندك اللي هي القشطة بتاعت اللي هي وش اللبن دي بتبقى حلوة قوي، او ممكن قشطة من اللي هي معلبة. وبرضه ضفتلها كده رشة دقيق برضه وانا بعجن عشان تتلم كويس، هي هتفضل بقى ايه طرية كده وناعمة وجميلة. بقى معلقة زيت كبيرة كده وبرضه هلمها تاني. وارجع برضه ايه هلمها زي ما انا قلتلكم كده برشة دقيق. العجينة هنا هتبقى طرية كده وجميلة زي ما انتوا شايفين. هغطيها واسيبها تخمر ايه كده حوالي ساعة. انا هحشي هنا بعجوة وهعمل سادة، لو انت عايزة اي حشوة تانية ممكن تعمليها. جبت هنا بقى تلت كده كيلو من العجوة، وهبدأ بقى ان انا اسيحها كده في كسرولة، قطعتها قطع صغيرة وعلى نار هادية كده هبدأ اقلب. هضيفلها معلقة كده كبيرة من السمنة، واضيف معلقتين من المية السخنة كده عليهم عشان تتلم بيه. هقلب كده هتبقى شبه ايه العجينة، هتتلم مع بعض زي العجينة كده. واضيف عليهم معلقة كده من السمسم كبيرة. سبتها كده تهدى شوية وجبت طبق ودهنته زيت، وجبت كده ايه كورة كورة وبمسكها بطاطا تبطيطة كده حلوة، واقوم رايحة ايه حاطة واعمل بقى عملت كلهم بنفس الطريقة كده عشان يبقوا جاهزين للحشو. العجينة هنا كانت خمرت بقى معايا، هبدأ بقى اجيبها وافردها. افرد العجينة اهو، وبعدين بقى هبدأ بقى ان انا اقسمها عشان احاول اخلي الكور قد بعض. ابدأ كده ايه بالنظر كده احاول اخلي الكور قد بعض، انتي بقى ايه قدري كده بايدك. هبدأ بقى اكورهم كلهم زي ما انتوا شايفين واغطيهم واسيبهم ربع ساعة كده. بعد ما ارتاحوا كده هنجيب بقى الصينية اللي انا هدخلها الفرن. اختاري بقى الصينية اللي انت عاوزاها، بس الألمونيا اللي هي التقيلة المحملة دي بتبقى حلوة من غير بقى نشابة ولا اي حاجة. بتحطي الكورة وتضغطي عليها كده ايه، ولا تخليها رفيعة اوي ولا تخينة اوي، تخليها ايه بحجم متوسط، وتبدأي ايه
تسيبي مسافة صغيرة ما بين الواحدة والواحدة وتبططي وهكذا. طبعا السادة اللي احنا عملناها فبغطيها كده واسيبها نص ساعة ترتاح وابدأ بقى اعمل اللي بالعجوة. العجوة بجيب اللي انا فرداها دي واقوم حاطاها في النص واجيب العجينة اقفلها عليها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، واقفلها بقى قفلة كويسة عشان ما تطلعش من تحت، واحطها بقى في الصينية وابدأ بقى ان انا ابططها نفس التبطيطة. وبعد ما عملتهم كلهم في وشها كده اقوم بالسكينة مدياها شرطتين كده بس مش لتحت قوي عشان العجوة ما تطلعش بره. في طبق كده جبت بقى فيه سمسم حوالي 4 معالق كده كبار من السمسم، واقوم رايحة يعني غطسة فيه الوش كده بتاع القرصة واطلعه وهكذا. بس ده اختياري اللي انت لو انت حابة تحط، بس بتبقى جميلة اوي مع هسيبها برضو ترتاح كده برضو شوية حوالي نص ساعة عشان ترتفع، واسخن بقى الفرن على درجة حرارة 190 كده يبقى سخن، واقوم حطاها في النص. يعني المفروض ان هي تاخد وش يعني من تحت ومن فوق مع بعض، بس لو مخدتش معاكي شغالة عليها الشواية بعد ما تتحمر من تحت. واول لما تطلع كده قمت رايحة مغطياها على طول عشان تفضل طرية. هي ما شاء الله العجينة تحفة وطرية ومش هتحتاج منك اي مجهود عشان تبقى طرية. شوفوا انا بعملها وهي سخنة ازاي، طرية خالص وهشة وجميلة اوي من جوه، مع كوباية شاي بقى تبقى تحفة اوي. ولو وصلتم لغاية هنا متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وفي اخر الكلام نقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. استنوا الفيديوهات الجاية ان شاء الله، وفي حفظ الله، مع السلامة.